عارفين ايه هي المشكلة الحقيقية؟ ان ناس كتير داخلة الجواز وهي اصلا تعبانة من جوه، فبتدخل الجوازة وفاكرين انهم هيعالجوا النقص اللي جواهم، وبعدين يتفاجئوا ان النقص زاد. وده اللي مخلي ناس متجوزة وتعيسة، مش مبسوطة، مش مرتاحة. ناس معاها شخص في حياتها لكن حاسة بالوحدة. ناس دخلت الجواز هروبا من الألم، هروبا من الوحدة، فلقت نفسها في ألم أكبر وفي وحدة أكتر. وعشان كده أنا عايزة أتكلم النهاردة عن إيه الحاجات اللي فعلا ممكن تقلل فرص الإنسان في الجواز الصح، وحطوا مليون خط تحت الجواز الصح، أو تخليه يختار الشخص الغلط. وحابة جدا الناس تسمع الحلقة دي بكل هدوء، لأن الموضوع مهم جدا جدا جدا، وهيفرق كتير جدا في حياتكم لو اشتغلتوا عليه. وده من أكتر الأسباب اللي بتخلي ناس تدخل علاقة تستنزفها سنين. أول نقطة، ودي من أخطر النقط فعلا، إن الإنسان يبقى مش عارف قيمته. البنت مثلا بتستمد قيمتها من شكلها، من وزنها، من إنها اتجوزت ولا لأ، من رأي الناس فيها. الشاب بيستمد قيمته من فلوسه، من شغله، أو منظره قدام المجتمع، فبيبقى طول الوقت محتاج إثبات. عايز يثبت إنه ناجح، عايز يثبت إنه مرغوب، إنه كفاية، فيبدأ يدخل الجواز من النقص اللي جواه، مش من الاكتمال. وفي قاعدة مهمة جدا جدا ناس كتيرة مش منتبهة ليها. ربنا سبحانه وتعالى خلق الكون بطريقة إن الحياة غالبا بتزودك الإحساس اللي أنت عايشه جواك واللي أنت عايشاه جواكي. يعني لو أنت أو أنت عايش بإحساس أنا قليل، أنا حاسس إن في حاجة نقصاني، أنا مش كفاية، أنا وحشة، أنا مش جميلة، غالبا هتشد لحياتك علاقة تحسسك بده، تحسسك إنك قليلة، تحسسك إنك مش جميلة، تحسسك إنك مش كفاية. والعكس صحيح. عشان كده الإنسان اللي مش مقدر نفسه غالبا بيدخل علاقة تقلله أكتر، ويرجع ويقول أنا كنت فاكر الجواز هيريحني، أنا كنت فاكر ههرب من الضغط وهرتاح، أنا كنت فاكرة إني هعيش حياة سعيدة، أنا كنت وكل الأحلام بقى والأوهام بقى كلها إيه؟ راحت. وبعد كده بيتفاجئوا إنهم دخلوا معاناة أكبر. ما أنت أصلا داخل في معاناة، هتخش معاناة أكبر. طب إيه الحل يا مها؟ الحل بسيط جدا. الحل إنك تعرف مين أصلا اللي بيدي القيمة. ودي نقطة خطيرة جدا أنتوا مش واخدين بالكم منها، لأن أغلب الناس رافضين قيمتهم بحاجات البشر، هم اللي رافعين قيمتها: الشكل، الفلوس، العربية، الجسم، عدد المتابعين، عدد المشاهدين، المكانة الاجتماعية. فلو البشر في يوم من الأيام غيروا نظرتهم عنك، هتحس إن قيمتك قلت، وقيمتك هتقع في ساعتها، لأنك أنت أصلا باني قيمتك بالناس، بنظرة الناس ليك. لكن الصح إيه بقى؟ الصح إنك تربط قيمتك باللي خلقك. أديكم مثال ولله المثل الأعلى. لو أنا معايا ورقة ب1000 جنيه واتبهدلت واتكرمشت ووقعت على الارض ووقع عليها طين واللي راح واللي جاي داس عليها وعملوا فيها البدع، هل ال1000 جنيه دي هتبقى 10 جنيه؟ مستحيل. مستحيل نمسك ال1000 جنيه بعد ما اتكرمشت نلاقيها 10 جنيه. ليه مستحيل؟ لان اللي طبعها هو اللي اداها القيمه. خلاص هي قيمتها 1000 جنيه، مهما اتكرمشت، مهما وقعت، مهما حصل، هي قيمتها 1000 جنيه. ولله المثل الاعلى. كذلك انت اللي خلقك هو اللي اداك القيمه. قيمتك من ربنا، قيمتك ان ربنا كرم بني ادم، قيمتك ان ربنا نفخ فيك من روحه، قيمتك ان ربنا جعل لك روحا وعقلا وقلبا. قيمتك من ربنا. فلما الانسان يبدا يشوف نفسه بعيون ربنا مش بعيون الناس، يحس بقيمته، ما يقدرش بشر يسلبها منه ابدا. ودي اول نقطه فعلا لازم اي انسان يشتغل عليها، مش قبل الجواز بس، هو يشتغل عليها قبل الجواز وبعد الجواز، يشتغل عليها في اي وقت، مش عشان الجواز بس. وتاني نقطه،
ودي ممكن تكون صدمة لبعض الناس إن الجواز يتحول لهدف. هدف يتحول لهدف. ودي من أكتر الحاجات اللي بتتعب الإنسان بعد الجواز، إنكم واخدين الجواز هدفي. البنت تقول لما اتجوز هرتاح، انت لو ما ارتحتيش دلوقتي مش هترتاحي بعد كده. والشاب يقول لما اتجوز حياتي تستقر، انت لو ما استقرتش دلوقتي مش هتستقر بعد الجواز. لما اتجوز هبقى سعيد وهبقى مبسوطه. لا، طب وبعد ما بتتجوزوا بيحصل ايه؟ ودي بقى المشكله. عشان كده ناس كتير اول سنه جواز لو كملوا اصلا اول سنه بيبقوا مبسوطين جدا. وفي مشكله انهم بيقولوا شهر العسل، انتوا بتحكموا على نفسكم انكم بس هتعيشوا شهر عسل بس. فخدوا بالكم من الكلمه دي، مفيش حاجه اسمها شهر عسل، احنا حياتنا كلها هتبقى عسل. فلما تعدي السنه او تعدي الشهر، بعد كده بيبداوا يحسوا بالفراغ. الفراغ بيبدا يظهر، لان الانسان كان متخيل ان الجواز هو النهايه السعيده، مع ان الجواز بدايه رحله مش نهايه فيلم. زي ما متعودين نتفرج على الفيلم اخره ايه؟ جواز، وما نعرفش ايه اللي بيحصل بعديها. في مثال مهم جدا عشان الفكره توصل. تخيلوا ان في واحد رايح يعمل مشروع او يفتح شركه مثلا، فسالناه هتعمل شركه ليه؟ انت ليه هتفتح شركه؟ قال عشان ابقى مبسوط. حلو. طب وبعدين؟ طب الشركه دي هتقدم ايه؟ ما اعرفش. طب هتفيد مين؟ ما اعرفش. يعني ايه ما تعرفش؟ طب هتعمل ايه في الحياه؟ ما اعرفش. المهم اعمل شركه عشان اكون مبسوط. هو غالبا هيتعب بعد فتره، بعد ما يفتح الشركه هيتعب جدا، لان الهدف نفسه كان فارغ. مفيش هدف اساسي. لكن الشخص الواعي، الشخص الفاهم، بيبقى عنده رساله، عارف هو عايز يعمل ايه، ويبدا يبني الشركه كوسيله تساعده يوصل لرسالته. وكذلك الجواز مش الهدف. الجواز والله مش الهدف، الجواز وسيله تساعدك تعيش رسالتك، وسيله تساعدك تعيش حياه اجمل. حياتك اصلا جميله، هتتجوز هتبقى اجمل. انت اصلا سعيد، هتتجوز هتبقى اسعد. هتساعدك تكمل رسالتك، تكبر، تستقر، تبني حياه سعيده، ويكون معاك شخص يشبهك في الطريق، يكون شبهك. عشان كده من اخطر الحاجات ان الانسان يدخل الجواز وهو اصلا مش عارف نفسه. انت مش عارف نفسك، بتطلب من شريك حياتك يعرفك ازاي؟ مش عارف هو عايز ايه من الحياه، ولا مش عارف هو عايز ايه من الحياه اصلا، ولا قيمه، ولا رسالته، ولا شخصيته. فبيدخل اي علاقه ثم يتفاجئوا بعد كده انهم مختلفين تماما. دماغه غير دماغها نهائي، مختلفين، مش شبه بعض خالص. لكن لما الإنسان يكون واعي بنفسه، عارف قيمه وعارف رؤيته، فبيبدأ من بدري يلاحظ هل الشخص ده شبهي؟ هل الشخص ده شبه طريقي فعلا؟ هل هيدعمني؟ هل هيساعدني أكبر؟ هل أنا مرتاح وأنا معاه؟ ودي نقطة مهمة جدا. هل هيكون في تفاهم بينا؟ هل تسأل كتير، بتسأل نفسك كتير. الكلام ده مهم جدا. الإنسان الواثق من نفسه ما بيخافش من نجاح شريك حياته، لكن الشخص المهزوز هو اللي بيشعر بالتهديد طول الوقت. وعشان كده لما البنت أو الشاب يبدأ ينجح في حياته، وعشان كده لما البنت تبقى ناجحة في حياتها أو الشاب ناجح في حياته وعندهم رؤية واضحة وعارفين هم عايزين ايه بالظبط، وهي عارفة هي عايزة تعمل ايه وهو عارف هو عايز يعمل ايه، الشخص الغير واثق غالبا بيبعد من بدري، بينسحب. لكن الشخص الناضج بيشوف ده شيء جميل جدا، بيشوف انه فعلا عايز شريك واعي وفاهم، مش مجرد شخص موجود وخلاص. ولما الاتنين يبقى عندهم رسالة وبيساعدوا بعض، الجواز فعلا بيبقى طاقته جميلة جدا جدا جدا، مش ساحة صراع ومشاكل وخناقات. وهنيجي عند النقطة الثالثة، وهي منتشرة جدا جدا بشكل مرعب، إن الإنسان بيعيش بمعايير المجتمع. وما أدراك بمعايير المجتمع؟ انتوا مش محتاجين حد يقول لكم.
انا اتاخرت في الجواز، انا القطر فاتني. القطر فاتك. صاحبك اتجوز قبلك، انت لسه ما اتجوزتش وانت قاعد. فبيبدا الانسان يدخل علاقه من الخوف. يعني ايه الفتر، يعني ايه القطر فاتك؟ في حاجه اسمها القطر فاتك؟ في حاجه انك ترفع ايدك كده وتدعي ربنا والملائكه وربنا هيبصوا على السن هيقولك لا انت عديتي ال 30 سنه، انت عديتي ال 40 سنه، انت عديتي ال 50 سنه، ما ينفعش تتجوزي؟ في حاجه اسمها كده؟ مفيش حاجه. ان الله على كل شيء قدير. مفيش مستحيل، مفيش مستحيل. ان شاء الله حتى لو عندك 60 سنه يا ست هتتجوزي عادي. في حاجه اسمها قطر فاتك؟ ده اعتقاد احنا اللي طلعناه اصلا. المشكله ان احنا بنطلع كلام ويتحط علينا في الاخر. فبتبدا يا عيني البت بعد، صدقوني بتكمل 25 سنه يقول القطر فاتك. وافقي، وافقي على اي حد، القطر فاتك هيلحق. فبيبدا الانسان بيدخل علاقه من ناحيه الخوف. انا خايفه، انا خايفه، انا كده القطر فاتني. وهو التاني انا كده، انا خايف. فبيخش اي علاقه بقى مش من الوعي. وده يخليه او يخليها تتنازل عن اشياء كتيره جدا بس عشان تجري او يجري ورا فكره الحق قبل ما يفوتني العمر، الحق قبل ما يفوتني القطر. مع ان ربنا سبحانه وتعالى ما عندوش قطر جواز. اه والله، دي فكره البشر. وربنا قال وفي السماء رزقكم وما توعدون. الجواز رزق مش سباق. احنا مش داخلين المسابقه. والناس دلوقتي بقت تربط الجمال بشكل معين. السوشيال ميديا رسمت صورة واحدة للجمال وللنجاح وللرجل المثالي والبنت المثالية. فالإنسان بقى يقارن نفسه طول الوقت، مع إن الحقيقة مختلفة تماما. في ناس تشوف شخص عادي جدا، عادي جدا جدا جدا، وشخص تاني يشوفه أجمل إنسان في الدنيا. مش بتشوفوا كده؟ فاكرين زمان لما، واكيد بيحصل وقت، بتلاقي مثلا ايه، واحده جميله جدا جدا ومتجوزه واحد عادي جدا جدا. فاكيد طبعا فاكرين اللي هو المثل بتاع زمان، ايه، الغراب جوزوه احلى يا ماما، حاجه زي كده. هو في عيونك مش حلو، مش عاجبك، ولكن في عيونها هي جميل جدا. وكذلك برضو الراجل جميل جدا وما شاء الله طول بعرض، وتلاقيه اتجوز واحده يعني واحده عاديه قوي. تلاقي الواحده واقفه كده، هو ايه ده؟ هو اتجوزها على ايه؟ لا يا حبيبتي، اصل الجواز مش بالشكل بس. الجمال مش متقاس بالمعايير اللي هو المحدده دي بس. لان الجمال الحقيقي اوسع بكتير من الشكل، بكتير قوي. الجمال في الاخلاق، الجمال في الوعي، الجمال في الراحه، الجمال في الكلام، في الحدود، في النظافه، في الروح. واكبر دليل انك ممكن تقابلي شخص ما شاء الله، يعني تشوفي كده ما شاء الله يا راجل، طب عرض جمال وحلاوه، واول ما تكلميه تحس انه هايف، تحس انه مش راجل. بيحصل ولا لا؟ بيحصل. وانت كمان تلاقي بنت ما شاء الله جميله جدا ومفيش بعد كده، واول ما تكلمها تحس انها ما عندهاش اخلاق اصلا، مش ما عندهاش خلق كده، ما عندهاش ذوق في الكلام. بتفرق والله. يا والله بتحصل، وبتحصل وبنشوفها على ارض الواقع. تلاقي الواحده ما شاء الله في منتهى الجمال وتكلمها تلاقيها يعني مش عايزه اقول. وايضا برضك الراجل. فالجمال مش في الشكل بس. واكبر دليل انك يعني انك بتقابلي شخصيه وتحس ان هي مؤذيه. ايه اللي بيحصل بقى؟ بتنفر منه على طول. انت لما تلاقي اول البنت تكلمك كده بتنفر منها، وانت كمان اول ما بتلاقيه شخص كده بتنفري منه. ولكن بقى ممكن شخص شكله بسيط جدا لكن روحه مريحه جدا فتحب وجوده. فاحنا عملنا ايه بقى؟ احنا كبرنا ال2%، كبرناها قوي قوي، اللي هو الشكل والمظهر وكده، وسيبنا باقي الجمال اللي هو الروح والاخلاق وهكذا. احنا عملنا ايه؟ احنا كبرنا ال2%، كبرناها قوي، وسيبنا باقي الجمال الحقيقي. واقول لكم على مثال
اعملوا دلوقتي معايا. لو رفعت صباعك مثلا، غمضت عيونك مثلا، عيونك كده، ورفعت صباعك قدام عينك التانية، ماشي، انا يعني انتوا اعملوها مع نفسكم. فالصباع ده ايه، هيغطي جزء كبير جدا من رؤيتك. يعني انت مثلا قاعد في غرفه، قاعد في شارع، ايا كان انت قاعد، لو انت حاطط صباع بس واحد كده في عينيك كده ومغمض عينك التانية، هيغطي حجم الاوضه. هتشوف العقله بس بتاع صباعك، وتحس ان العقله دي هي اكبر حاجه. احنا عملنا كده، احنا كبرنا الشكل اللي احنا اصلا واخدينه من السوشيال ميديا، وكبرنا المنظر، كبرناها قوي قوي قوي، وسيبنا بقى الاخلاق والتربيه وطبيعه الكلام، وسيبنا كل ده. فبالتالي لما تيجوا تتجوزوا هتقعوا. عشان كل ما الإنسان يعيش بمعايير المجتمع فقط، كل ما يتعب أكتر. لكن كل ما يعيش بمعايير الإحسان والأخلاق والوعي والقرب من ربنا سبحانه وتعالى، كلما شد لحياته ناس أنضج، ناس أجمل. وندخل على النقطة الرابعة، وهي القناعات السلبية عن الجواز. ودي خطيرة جدا جدا جدا. لما بنت تقول أي جوازة وخلاص، أو شاب يقول كل البنات بقوا مؤذيين، كل البنات بقوا ماديين، أو حد يقول مفيش جواز أصلا ناجح، كل الجواز فاشل، كل الجواز مفيش حد ناجح في جوازة. الإنسان هنا بيبرمج عقله على السواد، وبعد كده يبدأ يشوف الحياة كلها سودة، يبدأ يشوف الحياة كلها من هذه الزاوية اللي هو قال عليها. مش انت شفت ان كل البنات مؤذيين، هتجيلك البنت المؤذية. مش انت شفتي ان مفيش راجل، هيجيلك اللي هو مش راجل. مش انت قلتي مفيش جواز ناجح، مش هتنجح في الجواز. ليه؟ ده اللي ناوي يشتري عربية معينة فجأة يلاقيها في كل شارع. والله بتحصل. فكر بس كده انك هتشتري عربية، هتصحى تاني يوم هتلاقي العربية اللي انت عايز تشتريها في كل شارع. كل ما تمشي، هي العربية دي اللي انا فكرت فيها، هي العربية دي اللي انت كنت عايزة فيها. فكر كده انك كنت عايزة تشتري فستان معين، هتلاقيه. هو ده الفستان اللي بفكر فيه، هي دي. هو ده اللي بيحصل. اللي هتفكر فيه واللي هتقتنع بيه هو اللي هتلاقيه. فاللي فكر في العربية، هي اصلا العربية موجودة، لكن عقله بدأ ينتبه ليها. كذلك العلاقات. لو انت مقتنع ان كل الناس سيئة، هتشوف السيء اكتر في حياتك. ولو مقتنع ان الخير موجود، هتشوف الخير وهتشوف الناس الكويسة. عشان كده لا تعيشوا بعقلية الشح. ما بقاش فيه رجالة. ايه ما بقاش فيه رجالة دي؟ خلاص مش هتلاقي راجل. ما بقاش فيه بنات محترمة. وعايزة اغششكم بقى حتة كده. الرجالة بتقول ما بقتش فيه بنات محترمة، انا مش لاقي بنت كويسة، انا مش لاقي بنت واعية، انا مش لاقي بنت. عايزة اغششكم بقى حاجة. برضك البنات بيقولوا عليكم كده، بس يعني هم برضك ايه، البنات بيقولوا احنا مش لاقيين راجل. فاهمين؟ فكل واحد عمال يقول ايه، انا مش لاقي. يعني خليكي انت الانسانة الواعية، خليكي انت الانسانة الناضجة، عشان تلاقي الانسان الواعي الناضج. وانت كمان خليك انت الانسان الواعي، خليك انت الراجل فعلا، عشان تلاقي الست الناضجة العاقلة. مش قاعد تقول ما فيش، كل البنات مش عارفة ايه، وانت قاعدة تقولي كل الرجالة مش عارفة ايه. طب خلاص، والاخر تتدبسوا ببعض. خلاص. انتوا عارفين المشكلة ايه؟ ان احنا بنمشي مع كلام الناس. هي الناس بتقول كده، هي الناس بتقول ايه، كل البنات بقوا ماديين، ما فيش رجالة، ما بقاش في حب. خلاص مش هيبقى في حب. مفيش حب. ولكن الحب موجود والخير موجود، ولكن محتاج وعي، محتاج اختيار، محتاج صبر. وربنا قال إن هذا لرزقنا ما له من نفاد. طالما الرزق لا ينفد، فالخير موجود. وندخل على النقطة الخامسة، وهي الاحتياج العاطفي. وما أدراك ما الاحتياج العاطفي؟ ودي من أخطر الحاجات فعلا. لأن الإنسان يعيش طول الوقت حاسس نفسي حد يحبني، نفسي واحدة تحبني، نفسي واحد يحبني، نفسي حد يقول لي بحبك، نفسي حد
عارفين ده صح، انا مش محتاج يعني شرح. فنفسي دي بقى حطوا بقى وراها كلام كتير بقى، نفسي 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 بقى ايه الكلام بقى العاطفي اللي انتوا عارفينه، يعني مش هينفع اقعد اقول كل الكلام. نفسي احس اني مهم، نفسي اشوف حد مهتم بيا، فيبدأ يتعلق بأي اهتمام بسيط. البنت تتعلق بكلمة، مجرد ما الشاب يقول لها كلمة حلوة اجر وراها على طول. البنت تتعلق بكلمة، يعني لو قال لها بس بس كده. والشاب يتعلق باحتواء، مجرد ما البنت بقى تسأل عليه وتحتويه ومش عارفة ايه، فيدخلوا بقى ايه العلاقة من الاحتياج. انا محتاجة اهتمام، انا محتاجة احتواء. تلاقي نفسك دخلت في العلاقة من ناحية ايه الاحتياج العاطفي، فبتدخلوا العلاقة من الاحتياج مش من النضج والوعي. مع ان الصح ان الانسان يعيش الحب اولا، عيشي حبي ربنا سبحانه وتعالى. ما فيش حاجه اسمها ما بحبش ربنا، بس في بقى حب عن حب بقى. حب، لو قلبك اتملى حب ربنا، انسى خالص، انسى ان انت هتتعلق بحاجه. حب اصحابك، حب نفسك، حب نفسك يا حبيبتي، حب نفسك، حب الحياه. الحب مش بس علاقه عاطفيه، الحب ليه انواع كتيره قوي، ده جزء من جزء الحب. الحب حاله داخليه، ادخل العلاقه وانت ممتلئ، مش داخلها عشان تنقذك من الفراغ. وندخل على النقطة السادسة، إنك أصلا مش فاهم نفسك، ودي مشكلة كبيرة جدا. ناس كتيرة تقول لما اتجوز هرتاح. طب ايه اللي انت محتاجه عشان ترتاح؟ ايه اللي انت محتاجه اصلا؟ مش عارف، بس انا لو اتجوزت انا هرتاح. والله لو انت اتجوزت هترتاحي؟ اه انا حاسه كده، انا حاسه ان انا اتجوزت هرتاح. اذا كنت انت مش فاهمه نفسك، وانت مش فاهم نفسك، شريك حياتك هيفهمك ازاي؟ وخصوصا حبيبتي يا بنوته يا جميله، انت الراجل مش هيفهمك بسرعه الا لما تنطق انت عايزه ايه. فانت شوفي انت عايزه ايه عشان هو يعرف يفهمك. فلازم الانسان يفهم احتياجاته النفسيه ويتعلم يحتوي نفسه ويعرف مخاوفه ونقاط ضعفه، عشان الجواز يضيف لحياته، يكون اضافه. الجواز مش هيبقى هو المسؤول عن انقاذ حياتك بالكامل، احنا بنكمل بعض. مش هننقذك انا من حاجه. وندخل على النقطه السابعه، وهي انك تبني فكرتك عن الجواز من التجارب السيئه فقط. كل يوم نسمع طلاق، خيانه، مشاكل، قصص مؤذيه. مش فلما بتسمع كده فبتبدا تحس ان الدنيا كلها خراب، ان مفيش جواز ناجح، ان الجواز الناس اصلا على فكره خايفه من الجواز، في ناس خايفه من الجواز، مع ان الحقيقه فيها السيء وفيها الجميل جدا ايضا، فيها الحلو وفيها الوحش. لكن المشكله ان السوشيال ميديا دايما صوت الالم فيها اعلى، ودايما انتوا بتنجذبوا للمشاكل، تروحوا تسمعوا المشاكل، بتسيبوا اصلا يعني انتوا بتسيبوا حلقات اللي فيها الوعي، وبتتكلموا عن الناس اللي هي بتوعيكم. لو حد قال لكم ما تتكلموش على حد يا عم، اقفل القناه دي. لا، لو جه بقى واحد قدامكم وقعد كله فلان عمل وفلان سوى وحصل لا دي حلوه، دي حلوه، ونقعد ناس وبتدعموهم. ولكن بقى اللي بيتكلم عن الوعي وبيتكلم عن تجربته الناجحه، للاسف انتوا بتقفلوا على طول، ما بتكملوش، ما بتحاولوش حتى تسمعوا، انتوا بتجروا ورا المشاكل. انا بقول لكم عشان وعيكم انتوا اشتغلوا على نفسكم، ما تقعدوش تسمعوا الاخبار السيئه. انا سمعت خبر ضايقني، انا دلوقتي لو سمعت مثلا زوج ضرب زوجته او قتلها او انا نفسيتي هتضايق، انا هزعل. طب انا ليه اسمع بقى؟ انا ليه اسمع؟ ما اسمع حاجه تفرحني، ما اسمع حاجه تسعدني، ما اسمع حاجه توعيني، اسمع حاجه تعلمني. مش راح اسمع حاجه تقعد تألمني، تقعد تضايقني، تقعد تخليني افتكر ان الدنيا كلها بقت خراب قدامي، والدنيا كلها بقت سودة، وان مفيش راجل على وجه الارض كويس، ومفيش بنت محترمه، ومفيش. طب وليه؟ ما تسمع البنات محترمه كتيره جدا، وبنات مقدمه كتيره جدا، وفي رجاله كتيره محترمه. انا بستغرب من البنات دول، مفيش ولا راجل محترم. لا، في رجاله محترمه،
بس انت مش شايفاهم، انت شايفه بس النموذج اللي انت عايزه تشوفيه، وبيجيلك النموذج اللي هو في دماغك، اللي انت شايفه الرجاله كلها مش كويسه، فبيجيلك النموذج اللي هو مش كويس، وانت شايف البنات كلها مش مؤدبه، هتجيلك البت اللي مش مؤدبه ومش محترمه، وهتجيلك البت الماديه. نرجع لموضوعنا. زي ما قلت لكم ان صوت الألم على السوشيال ميديا هو الأعلى من الناس المستقرة. أما الناس المستقرة بقى نفسيا غالبا عايشة بهدوء، وعشان كده ما تعمموش التجربة السيئة على الحياة كلها. مش عشان شفت تجربة سيئة، زميلتك اتطلقت، زميلتك اتهانت، زميلتك حصل وحصل، ما تعمميش كل حاجة دي على حياتك. الجواز الحقيقي مش هروب من الوحدة، ولا محاولة لإثبات القيمة، ولا سباق من العمر. احنا مش داخلين مسابقة. الجواز الحقيقي إن شخصين ناضجين، كل واحد فيهم جاي يضيف للتاني مش يستنزفه. وفي النهاية عايزاك أو عايزاكي تسألي نفسك سؤال مهم جدا: أنا داخلة الجوازة عشان أهرب، ولا عشان أشارك الحياة، عشان أملى فراغ جوايا، ولا عشان أضيف لحياة إنسان وأنا أصلا ممتلئة من جوه؟ لأن الحقيقة إن الجواز ما بيخلقش قيمة الإنسان، هو فقط بيكشفها. الإنسان اللي عنده سلام داخلي غالبا يعرف يبني سلام، والإنسان اللي مليان خوف واحتياج غالبا بيدخل العلاقة وهو متعلق بيها تعلق مؤلم. وعشان كده قبل ما تدور على الشخص الصح، اشتغل إنك تبقى أنت الشخص الصح. اشتغل على وعيك، على نفسيتك، على علاقتك بربنا، على طريقة تفكيرك، على سلامك الداخلي. لأن الإنسان لما يرتقي من جوه اختياراته كلها بترتقي معاه. واوعى تفتكر تأخير الرزق معناه إنك قليل، أو إنك وحشة، أو إنك أقل من غيرك. رزق ربنا لا يقاس بوقت الناس. ممكن شخص يتأخر لكن يعيش أجمل حياة، وممكن شخص يستعجل فيدخل علاقة تستنزف سنين طويلة. فما تبصش للناس مين سبق ومين اتأخر، كل واحد ليه رحلته وليه توقيته وليه رزقه المكتوب. وافتكروا دايما إن الجواز الحقيقي مش مجرد بيت يتقفل عليكم. الجواز الحقيقي سكن وأمان ورحمة، وشخص لما تدخل الحياة عليه تحس إن روحك بقت أهدى وأقرب إلى الله وأقرب لنفسك. ابدأ بنفسك. سلام.